لكن سوريا ستبقى كما عهدتموها، بل وستعود بإذن الله أقوى مما كانت، فلا تنازل عن المبادئ ولا تفريط بالحقوق. ومن راهن على إضعاف سوريا من الداخل لتنسى جولانها وأراضيها المحتلة فهو واهم. فالجولان لنا وفلسطين قضيتنا، والتي قدمنا لأجلها الغالي والثمين الدماء والشهداء. وسنبقى كما كنا ندعم المقاومة ضد العدو الأوحد، فالمقاومة نهج لا أشخاص، فكر وممارسة لا تنازلات واقتناص للفرص. والشعب والدولة اللذان حملا أعباء ومسؤوليات الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة لعقود، بكل ما حمله هذا الموقف من تحديات وأثمان دفعها كل مواطن سوري ماديا ومعنويا، ضغوطا وتهديدات. هذا الشعب وهذه الدولة لا يمكن أن يكونوا لأي سبب إلا في نفس الموقع تجاه إخوتهم الفلسطينيين. لذلك فإن أي محاولة لزج الفلسطينيين في الأحداث السورية هدفها حرف البوصلة عن العدو الحقيقي، وهي محاولات فاشلة قبل أن تبدأ. فالفلسطيني في سوريا يقوم بواجبه تجاه وطنه الثاني كأي سوري، ونحن في سوريا دولة وشعبا نحمل مسؤولية القيام بواجبنا نحوهم كواجبنا تجاه أي سوري. فتحية لكل فلسطيني شريف في سوريا صان العهد وقدر المواقف السورية وتآخى بالدم والمصير مع أخيه السوري، ولم يعامل سوريا كفندق للاستجمام يغادره حينما تشتد الظروف. وهذا صوت أحد متزعمي مجموعات الجربة الإرهابية في حلب في اتصال مباشر مع تلفزيون العدو الصهيوني، لنسمع ما قال ولمن وجه تحياته. نحن نعتقد جازمين بأن إسرائيل لها الإمكانية الكبيرة في مساعدتنا بإسقاط هذا النظام، ونحن كشعب سوري نضمر إلى إسرائيل بعد اكتشاف عدونا الأول والأساسي بأن عدونا الأساسي هو هذا النظام وليس إسرائيل. اسمح لي برسالة، إنني أتوجه برسالة شكر وتقدير إلى وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أرييل للتصريحات الإنسانية القيمة والشعور الجميل. ونحن نتحدث عن الموضوع العراقي، لا ننسى طبعا إخواننا في فلسطين، ولا ننسى التأكيد على حقوقنا المشروعة في سوريا ولبنان وفي فلسطين، وعلى كل القرارات التي أقرها مجلس الأمن والمتعلقة بعودة كافة الحقوق، خاصة العودة إلى حدود 67 وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين. ولا ننسى أن نؤكد على تأييدنا المطلق للمقاومة بالشكل وبالصيغة التي يراها المقاومون. وبكل تأكيد لن ننسى أن نؤكد كما هي العادة على المطالبة بقطع كافة أشكال التعاون مع إسرائيل، وبكل تأكيد سنبقى دائما نطالب بهذا الشيء حتى تلتزم إسرائيل بالسلام، ولكن حتى هذه حتى لا نراها الآن. أقترح بعد أن نرحب بما قدمه العراق من تعاون ونرحب أيضا باستمرار هذا التعاون، أقترح بتأكيد على بند قرار عدم إعطاء أي تسهيلات للحرب. جنون هذه القرية، هذه هي سوريا. نحن في سوريا، في القرية التي سيطر عليها المتمردون مؤخرا. من هذه القاعدة هم يستعدون لمعاركهم القادمة. التقينا قائدهم المطلوب من قبل نظام الأسد. بشار الأسد 2013 إن شاء الله ما راح نشوفه. نحن ضد بشار الأسد ونظامه وبس فقط. المسيحي ما بنحكي معه، اليهودي ما بنحكي. إذا بيجي لعندي أنا شارون بخلي أنا ضد بشار هو عيني. شارون الإسرائيلي إذا بيجي لعندي وبخلي أنا يا أبو فادي ضد بشار هو عيني. فشلنا في معالجة القضية العراقية يعني فشلنا في معالجة القضية الفلسطينية. لا يمكن أن نفصل بين القضيتين اليوم. هذه الحرب إن حصلت سوف تكون تغطية على الجرائم الإسرائيلية، وأنا لا أقول الجرائم الشارونية لأنني قلت من زمان بأن منذ زمن طويل، منذ قمتين على ما أعتقد،
كل إسرائيلي هو شارون، واليوم هذا الشيء يثبت. كل الإسرائيليين يقتلون الفلسطينيين بشكل مستمر ومتصاعد يوميا. هذه الحرب إليه الوعود. هذا أحد أنصار الجربة بريف اللاذقية يحدث ببعض هذه الوعود. نحن وإسرائيل ما في مشكلة، نعمل يا أخي نعمل سلام بيننا وبين إسرائيل، شو المشكلة؟ أنتم بحالكم ونحن بحالنا. وهذا صوت أحد متزعمين. من جهة أخرى يجب الوقوف إلى جانب أهل غزة والمقاومة فيها رسميا وشعبيا، ماديا ومعنويا، وبكل الوسائل من دون استثناء، والقيام بكل ما من شأنه دعم صمودهم في وجه العدوان، خاصة فتح المعابر أمام الأفراد والمساعدات والإغاثة فورا. وندعم فكرة الصندوق لإعادة أعمار غزة مع الدعوة لمؤتمر دولي لهذه الغاية. كما يجب اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة إسرائيل وقادتها على الرغم من عدم ثقتنا بعدالة الجهات الدولية المعنية، ولكن كي يسجل التاريخ بأنهم ليسوا عنصريين فقط، بل هم الشكل الأخطر من النازية في العصر الحديث. ولكن لنكن صريحين، هذه الخطوات ستبقى ضعيفة مقارنة بما يجب علينا القيام به. فغزة ليست جريحة بالحرب فقط، بل بالحصار أيضا، وفك هذا الحصار هو المفتاح لاستمرار الصمود، وهو المفتاح لحماية الأطفال من الموت، وهو المفتاح لكي تنجح هذه المقترحات بحدها الأقصى وليس بحدها الأدنى. سوريا وقفت مع لبنان المقاوم وانتصر، والفضل للمقاومين أولا وأخيرا، ولا ندعيه لأنفسنا، لكن وقوف الشقيق إلى جانب شقيقه مؤثر إلى حد كبير، فهو الذي يمده بأسباب المنعة والقوة. أما إبقاء الحصار فهو كمن يمنع الهواء والغذاء والدواء عن جريح يقاوم الموت ويمنع الآخرين من تقديم العون له. Assad, who's somebody that's no friend of Israel, but on the other hand, you then get a situation where you have al-Qaeda factions running part of Syria? We've long advocated for Bashar al-Assad's departure, long before actually the outbreak of hostilities there. We came to the administration years ago and said Bashar al-Assad is too reckless. His father was, you remember Hafez? He was reckless but somehow predictable, reckless but somehow responsible. His son is reckless and irresponsible and ruthless. And he has provided 70,000 rockets to Hezbollah in Lebanon, tens of thousands of rockets to terrorists everywhere. He had tried to create a military nuclear facility secretly. You know, Hafez al-Assad probably never would have done something like that. So he had to go. He was a loose cannon throughout the whole region, in danger to the entire region. If he goes now, we would view that as a very positive development. He is an ally of Iran. He's an ally of Hezbollah. We understand that if jihadists were to come in, it wouldn't be good, but it perhaps wouldn't be as bad as the current situation. هو عدم إعطاء أي تسهيلات لهذه الحرب. هذا البند هو الأساس الذي يجب أن نستند إليه في هذه القمة، وهو الذي يحدد دورنا في الحاضر وفي المستقبل، وهو الذي يحدد دور الآخرين في قضايانا، وهو الحد الأدنى الذي إن لم نقم به فسوف يقال بأن هذه القمة كانت قمة لتبرئة الذمم أمام الشعوب العربية، أو قمة الهروب من المسؤولية أمام العرب أو أمام الآخرين. يعني نحن نحمل المسؤولية من قبل المواطنين العرب وحتى من قبل الأجانب. تجميل: في عام 90 وقفنا مع الكويت ضد الموقف العراقي وليس ضد العراق، واليوم نقف مع العراق ونقف مع الكويت، ولكن سنقف ضد أي طرح يؤدي أو يهدف إلى تدمير العراق. والأهم من ذلك هو أننا سنحرص على أن يتذكر أبناؤنا أيضا. سنخبئ لهم صور أطفال غزة وجروحهم المفتوحة ودمائهم النازفة فوق ألعابهم، وسنخبرهم عن الشهداء والثكالى والأرامل
والمعاقين، وسنعلمهم بأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وأن العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم، وأن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. وسنشرح لهم بأن من يفقد ذاكرة الماضي سيفقد المستقبل. وسنعلق على جدران غرفهم لوحة نكتب عليها شعارا لكل طفل عربي قادم إلى الحياة يقول له لا تنسى، ليكبر الطفل ويقول لهم لن أنسى ولن أغفر. وأؤكد لهم بأن ما يقومون به وما يرتكبونه من جرائم حرب لن ينتج لهم سوى أجيال عربية قادمة أشد عداء لإسرائيل، مناعتها تتطور وإرادتها تتصلب بوتيرة أسرع وبشدة أكثر فتكا من تطور وقوة ترسانتهم